من أعظم الأعمال وأسهل الأعمال وأجمل الأعمال اللي بيحبها ربنا سبحانه وتعالى ذكر الله، إنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذكر الله عز وجل لا حد له ولا سقف له، ولا نحتاج له أشياء كثيرة زي بعض العبادات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. بس ما أجمل إنك لما تذكر ربنا سبحانه وتعالى تجعل عقلك يعمل ولسانك بينطق، أدي واحد. 2 عقلك يفكر. 3 قلبك يخشع. فكأن الذكر منظومة ثلاثية، لأنه ذكر يعني نطق عمل اللسان، وذكر يعني تذكر ضد النسيان وهو عمل القلب عمل العقل، وذكر بمعنى الذكريات والذكرى وده عمل القلب. فكأنه منظومة ثلاثية، يذكرون ويتفكرون. ذكر الله عز وجل خفيف على اللسان ثقيل في الميزان، رضا للرحمن غيظ للشيطان. يكفيك شرفا أن الله عز وجل قال فاذكروني أذكركم. كان أحد العلماء يقول إني لأعلم متى يذكرني ربي. قالوا متى؟ قال إذا ذكرته فاذكروني أذكركم. واحد جاي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، قال له يا رسول الله أي العمل أقرب إلى الله وأحب إلى الله؟ قال أي الجهاد أفضل؟ أي الصيام أفضل؟ أي الصلاة أفضل؟ أي الجهاد أفضل؟ قال أكثرهم ذكرا لله. أي الصائمين أفضل؟ قال أكثرهم ذكرا لله. أي الحجاج أفضل؟ قال أكثرهم ذكرا لله. وعمال يعدد، وسيدنا النبي يقول له أكثرهم ذكرا لله. فسيدنا أبو بكر قال يا لسيدنا عمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. فكأن ذكر الله عز وجل هو أساس كل خير، وهو الغاية من كل عبادة. ولذلك قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ليه؟ لأن أنا لما بصلي بذكر ربنا، وأقم الصلاة لذكري فيذكرني ربي، فذكر ربي لي أعظم من ذكري أنا له، ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله لك حين تذكره أكبر من ذكرك أنت له. ذكر الله عز وجل أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. واحد جاي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. العلماء قالوا الذكر للمسلم زي السمك للمية، وزي السمك ما يعرفش يعيش بعيد عن المية، المسلم ما يعرفش يعيش ما بيذكرش ربنا. خلي لسانك ما يبطلش ذكر لله. كل طاعة لله ذكر، كل امتناع عن معصية الله ذكر، كل تلاوة للقرآن ذكر، كل مجلس علم ذكر. واجعل لنفسك وردا من الأذكار، مثلا 1000 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. الاستغفار يا جماعة يفتح الأبواب المغلقة. الاستغفار سبب في غفران الذنوب. الاستغفار يزيد القوة، يزيدكم قوة إلى قوتكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. سبح الله عز وجل، سبحان الله وبحمده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب الله له 1000 حسنة ويمحو الله عنه 1000 خطيئة وتزرع له 100 نخلة في الجنة. صلي على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيك الله الهم ويغفر الله لك الذنب. حاجة مضايقاك، حاجة مش عارف لها حل، كتر من الصلاة على سيدنا النبي. الله أكبر على كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر على وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حاسس إن في حاجة بتدبر لك، ناس بتعمل لك أمور ما أنتش عارف هي إيه، امسك فيه حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة ذكر الله حياة القلوب، ذكر الله يبعد عنك الشيطان، ذكر الله يقربك من الرحمن، ذكر الله يدخلك الجنة، ذكر الله أفضل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل. اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وأثقلها في موازينكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم
قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات، اللهم آمين. شكرا جزيلا.